حميد ناحيلي، مناضل في الاتحاد المغربي للشغل. انا دابا في هذا الوقت الحالي متقاعد، يلا خرجت في اواخر ديال 2023. دابا راني مريح متقاعد وجاي باش نناضل، باش انا ندافع على المتقاعدين، لان حسيت بان الناس كيعيشوا واحد الحياه اللي هي يعني ما كتماشاش مع الوقت الحالي اللي كنعيشوا فيه دابا حنا. يعني التجربه ديالكم اشمل قطاع دوزتوه؟ انا دوزت قطاع، انا دخلت القطاع في 1986 كوزاره. من بعد دوزنا من الوزاره، دزنا المكتب الوطني للبريد والمواصلات. من بعد من المكتب الوطني للبريد والمواصلات دزنا مؤسسه عموميه للبريد. من بعد دزنا مؤسسه خاصه يعني بريد بنك، وهذا الشيء كلشي داز على ظهرنا حنايا. وفي الاخر ملي خرجنا تقاعد خرجنا بواحد المبلغ الاسع، تعرفوا بانه صندوق اللي هو ضعيف، خرجنا بواحد الصالير اللي هو هزيل بزاف وما كيتماشاش مع الوقت اللي كنعيشوا، مع الاسعار اللي طالعه ومع الحياه اللي ولات صعيبه، واللي باقي عنده وليدات وباقي المدرسه وكل شيء، بزاف الحوايج اللي كتهم المتقاعدين كلهم. يعني بالنسبه لكم يعني كتحصلوا على دوك السنوات اللي دوزتوا، شحال اول صالير كنتو شديتوا؟ ما نكذبش عليك، انا غنقول الصراحه اول صالير بديت 1080 درهم، دخلت كاجون ديكسبلوطاسيون. من بعد بديت كنتدرج، ولكن خرجت الحمد لله، خرجت بالاجتهاد ديالي وهذاك، خرجت شاب كديريكتور داجونس. غير هو كاين فرق كبير ملي جاو هاد الناس ديال البنكه، جاو بواحد الثقافه اخرى، الثقافه اللي هي ثقافه بنكيه. مثلا حنا نقزنا هذه المراحل كلهم باش وصلنا للبريد بنك. من بعد ملي وصلنا للبريد بنك ما كناش الصالير اللي كان عندنا ماشي هو الصالير اللي عند المتعاقدين. هذوك اللي كيدخلوا، هذوك الناس اللي جاو مسؤولين، اللي ديريكتور داكشي جاو مسؤولين، كيخلصوا متعاقدين بواحد الثمن اللي هو شويه طالع. حنا بقينا كنضاربوا بحال المستخدمين ديال البريد بنك، ولكن كمستخدمين ديال البريد عادي، يعني ما تزادش شي حاجه عندنا ولا شي حاجه. حتى الصندوق ديالنا اللي تابعينه باش يجمع لنا شويه الفلوس وتكون مساهمات مزيانه، داكشي ناقص، وما كانش عندنا لا سيماغ. دونك قال لك حنا نتوما ما تمكنش تشاركوا في لا سيماغ. كان عندنا واحد الصندوق كومبليمونتير، شي داروا شي ما داروش. هذا هو والمشكل اللي كاين دابا هو ان دارت واحد المذكره دابا اخيره ديال لاسيغونس. واش حنايا لاسيغونس نتحيدوا منا نعطيو 2000 درهم في العام باش نشاركوا في لاسيغونس؟ شويه كاين شويه العبث. حشومه ان المتقاعد ما خصوش يخلص هذيك لاسيغونس باش تبقى عنده جزء كومبليمونتير في لاميتيال، يعني كاين شويه العبث. هذا هو يعني بالنسبه لكم شحال كيجيكم في التقاعد، وشنو هي الرساله ديالكم للمسؤولين؟ الرساله ديالنا هو ان تكون المساهمات مزيانه من طرف القطاع، والدوله تعتني شويه بالمتقاعد، لان المتقاعد اللي كاين في المغرب راه شويه الثمن الاصلي صالير ديالو راه ماشي ما كيتوازنش مع النيفو، يعني المستوى ديال المعيشه داخل في البلاد. حنا مثلا في اوروبا كنسمعوا الاخوان كيقول لك كل شيء عندهم فيهم، المتقاعدين عندهم نص مثلا في التران يخلص غير النص ولا ما يخلصش، في التطبيب، في ترونسبور، في لي زوتيل، بزاف د الحوايج. على الاقل توفر لنا الدوله غير هذا الشيء، انك متقاعد يقدر يمشي مثلا في التران بنص الثمن او ما يخلصش، يمشي عند الطبيب ما يخلصش او بنص الثمن. بزاف المسائل اللي خصها تكون كاجتماعيه، كنقولوا داخله في ما هو اجتماعي.